عايزة أكلة اقتصادية وموفرة وبدون لحمة ولا فراخ. عملت النهاردة أكلة اقتصادية بواحدة بس من البطاطس. هنعمل النهاردة أحلى بيتزا. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان لايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. يلا يا حبايبي نسمي الله ونشوف أول حاجة هنعملها ايه. أول حاجة جبت كده طاسة على النار، والنهاردة هنعمل طاسة السعادة. طاسة السعادة ديت أنا عملتها لولادي، بس من ساعتها وهم كل يوم عايزين الأكلة دي. جبت كده معلقة من السمنة أو الزبدة في الطاسة. تمام. ببدأ بقى ايه، جبت بطاطساية 2 حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا عن نفسي جبت حبيتين من البطاطس، قطعتهم زي ما انتوا شايفين طرنشات كده، ما تكونش سميكة ولا رفيعة، تكون متوسطة. تمام. ببدأ احطها في الطاسة وبفردها معانا زي ما انتوا شايفين الكمية كلها. بهدي النار عليها وبغطيها بغطا كده، وبسيبها حوالي 3 دقايق تطرى. اول ما تبدأ تطرى معانا بالشكل ده، ببدأ احط لها ايه، ملح، حاجات بسيطة. نعمل حسابنا ان احنا برضو هنستعمل الملح في بقية المكونات. تمام كده. كده حطيت الملح وهغطي عليها تاني وهسيبها لحد ما اجهز باقي المكونات معايا. جبت بولة فاضية، جبت حوالي 3 بيضات. طبعا عارفين البيض غالي جدا، فاستعملت 3 بيضات بس. يعني أكلة موفرة واقتصادية، تنفع في فطار، في عشاء، في غدا. حلوة جدا جدا. جبت حوالي حبات طماطم كبيرة أو 2 متوسطين. جبت كمان فلفل حامي أو فلفل بارد الموجود عندك ومتوفر. تمام. ببدأ أظبط الملح بتاعي. ما تنسوش انتوا حاطين ملح على البطاطس، فبتبدأي تظبطي بقى ايه حاجات بسيطة ملح عشان الخضار بتاعنا. ببدأ أحط فلفل أسمر، وببدأ أحط بابريكا وبس كده. هي ديت باقي المكونات بتاعتنا. يبقى فلفل أسمر وبابريكا. وبنبدأ بقى نخلط المكونات دي بتاعتي. مش هبدأ أحط أي حاجة تانية. أنا بحاول أعمل أكلة موفرة وجميلة، وفي نفس الوقت أولادك وأنت نفسك هتحبيها. تنفع لو في نص الليل هتقوم تعمليها في 5 دقايق تكون خلصتيها. قلبت كده الخضار مع البيض. اتأكدت ان البطاطس بتاعتي خلاص طريت خالص. ببدأ انزل بقى المكونات بتاعتي ديت وبفردها على البطاطس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد ما بفردها كده، طبعا كل ده وانا مهدية النار مش معلياها. بغطيها بغطا حلة وبسيبها تماما. تبدأ بقى البيض يستوي والطماطم ديت تبدأ تطرى معانا. بس مش هنحط اي حاجة. عايزة تحط جبنة موتزاريلا على وشها مفيش اي مشكلة. ايه رأيكم؟ احلى بيتزا بطاطس في الدنيا، تحفة جدا، كانت طعمها حلو قوي واولادي حبوها جدا. هنحط بقى ايه، مايونيز وكاتشب. المايونيز والكاتشب ده اختياري، بس انا حبيت ادلعها بقى، اخليها اكلة متدلعة كده والكل يحبها. طبعا كل الاطفال بتحب المايونيز والكاتشب جنب الاكل، فانا حبيت ادلعهم كده فحطيت كاتشب ومايونيز كان عندي. مفيش عندك مفيش اي مشكلة. هي لوحدها كده حلوة. ايه رأيكم؟ جميلة جدا، جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو من تعليقاتكم. سلام عليكم.